السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي مرحبا بكم في قناه شيوتيلا المراكشيه. الا كنتوا اول مره كتزوروا قناتي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم حلوه سهله بلا كريم بطريقه سهله للمبتدئات. اذا نبداو على بركه الله. ما تنساوش الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه تبركوا على ابوني ولا اشتراك ولا سبسكرايب وكذلك ضغطوا على الجرس الموجود بين قوسين باش توصلوا بجديد الوصفات. بالنسبه للمقادير غنحتاج 4 ديال البيضات، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، 150 ملل ديال الحليب اي ما يعادل كاس ديال العنبه، 150 غرام ديال السكر سنيده اي ما يعادل كاس ديال العنبه، وكذلك 150 غرام 140 ملل ديال الزيت النباتيه. دائما انا الزيت ما كنديرش 150 ملل كامله، دائما ما كنبغيش ندير الزيت كثيره باش ما كتجيش يعني الحلوه ديالنا قيمه. وغنحتاج كذلك 300 غرام ديال الدقيق الابيض يعني الفورص، وجوج خمارات حمرين ديال 16 غرام. نبداو على بركه الله. غناخذ البيض نخدمو مع السكر سنيده، غنخدموه جيدا. الان بعد ما تخلطوا غادي نزيد الزيت كذلك الحليب والكاكاو وغنخدمهم كذلك. من بعد ما خدمتهم كنضيف الان الخمارات مع 300 غرام ديال الدقيق الابيض. الا احتاجينا شويه غنضيفوه، ما احتاجيناش كنكتفيو ب 300 غرام كامله ديال الدقيق. ضروري ما تخلطوا الخمارات مع الدقيق باش ما كتطرطقش لينا الكيكه في الفران. ونعاود نخدم المكونات جيدا. اذا من بعد كيولي القوام ديالها على هذا الشكل كنضيفوا 300 غرام ديال الدقيق فقط لا اقل ولا اكثر. الخليط كيولي فحال هكا. في هذا الاثناء كنكون سخنت الفرن، كيكون سخون بزاف. ملي كندخل له الكيك ديالي خاصو نقص عليه باش كيولي دافي. المول اللي درت مول كبير. والان في هذا الاثناء الكيك ديالنا كطيب. ندوزو نصاوبوا الكريمه. غنحتاج فيها الكريم باتيسير ديال الشوكولا، ونحتاج فيها لا مايزينا او النشا ديال الذره، وغنحتاج الكريم شونتيي. بدلت العلبه لانه ديجا عندي جوج العلب مفتوحين، هذيك يعني غير ما بغاش توقف ليا باش تشوفوها جيدا، داكشي علاش حاولت نوضع العلبه الاخرى اللي يعني واقفه. وغنحتاج الكاس ديال الحليب، 4 المعالق ديال السكر سنيده، نصف لتر من الحليب. خديت نصف لتر من الحليب وضعت فيه 4 المعالق ديال السكر سنيده. غنضيف له 3 المعالق ديال النشا كبار ومعلقه ديال الكريم باتيسير بالنكهه ديال الشوكولا. وغنخليه الان يعني طيب مع التحريك من طبيعه الحال جيد. ما خاصنيش نحبس من التحراك باش ما تلصقش ليا لا كريم اولا البودره اللي غنوضع في الاسفل ديال الكاسرول وتقدر تحرق ليا وتعطي واحد الرائحه خايبه في لا كريم. يعني ضروري ما نستمر في التحريك بالفوي فوق النار حتى نحصل على كريمه عاقده. وندوزو الان نصاوبو الكريم شونتيي علبه ديال 100 غرام، وضعت معها كاس ديال الحليب. غنخدمها جيدا بالباتور او الخلاط الكهربائي حتى نحصل على كريمه اللي كتولي عاقده. ملاحظه اللي بغيت نعطي للسيدات، حاولوا ما تشوفوهاش يعني غير شويه عقدت صافي تحبسوا. ضروري ما تستمروا في الخلط. كل ما كنستمروا في الخلط كل ما الكريمه كتعطي واحد يعني كتضاعف الحجم ديالها وكتزاد في الكثافه ديالها، كتنفخ وكتجي خاويه من الداخل، كتعطينا كميه كثيره. اذا الكيك ديالها من بعد ما وجدات خليتها حتى بردات وقطعتها بسكين ديال المنشار. كتقطع بسهوله، غير يكون عندكم سكين ديال المنشار. بالنسبه لاكريم من بعد ما كتوجد كنغطيها بلاستيك وكنخليها في الثلاجه حتى كتبرد تماما. كتولي قاصحه يعني كتولي عاقده.
كناخذ خلاط كنعاود نخلطها جيدا حتى اذا ضروري ما تخلطوها حتى تولي متلوقه. من بعد ضفت لها الكريم شونتي اللي طلعت كامله، حطفت فقط بواحد الجزء، يعني خليت تقريبا ما يعادل واحد الملعقه كبيره. من بعد غتشوفوا لاش ان شاء الله. اذا كتولي عندنا كريمه الكثافه ديالها كثيره، يعني كتضاعف الحجم ديالها. غندير النصف في الوسط ديال لاجينواز، التحتانيه ما سقيتهاش باش ما تجيناش فازقه، والفوقانيه هي اللي غادي نسقي. كيف كتشوفوا وضعتها فحال هكا. حاولوا نصوبوها. نسقيها بالسيرو اللي كناخذ فيه كاس ديال الماء، نص كاس ديال السكر، كنخليهم حتى يبداو يطبخوا وكنحسب لهم 7 دقائق. كنطفي عليه كيولي السيرو ديالي واجد. كنضيف له كذلك قطعه ديال الحامض. انا هذا السيرو دائما كيكون في الباب ديال الثلاجه وكنخدم به وقت ما احتاجيته. وضعت النصف الاخر كذلك في الاعلى على هذا الشكل. كتجي كميه كثيره وكتعطى واحد الكريمه اللي كتكون مختلفه نوعا ما، يعني ماشي كيف موالفين، كتولي كريمه خفيفه وفي نفس الوقت دايره بحال لا كريم شونتي، يعني كتمزج مع بعض كتولي عندنا بحال كريم شونتي، كتبقى قابطه في راسها. كل ما كنوضعوها مده طويله في الثلاجه كل ما كتزيد تقبط في راسها. كذلك حتى الجوانب حاولت يعني ندهنهم، لانني غنزوقهم بلي زاموند ايفيلي اولا رقائق اللوز على هذا الشكل بحال هكا. اما بالنسبه للتزيين خديت هنا التفاح اللي قطعته بهذا الشكل قطع صغيره، وكذلك حتى الموز. بصراحه ما كانوش عندي فواكه كثيره، هادشي اللي كان متوفر في البيت فقط الموز والتفاح، هذا علاش غنخدم بهم بزوج. بغيت نحتفل بالام ديالي في هذا اليوم، هذا علاش وجدت لها هاد الحلوه البسيطه. صراحه ماشي تستاهل اكثر، ما كنتش معوله انني غندير لها حلوه بحال هكا، ولكن بحكم العمل ويعني جيت عيانه من الخدمه دونك ما قدرتش نصاوب لها شي حاجه اكثر من هذه. ان شاء الله يا ربي كنوعدكم غنصاوب حلوه للامهات بشكل جديد ومختلف. غير تجيبها يعني خاص يكون عندي شويه ديال الوقت باش نقدر نخدم لها حلوه. وبهذا كنقدم يعني تحيه لجميع الامهات والمراه بصفه عامه، وكنتمنى لهم سنه سعيده، وان شاء الله يا ربي يدخل عليهم بالصحه والسلامه والعافيه وبكل ما كيتمناو. اذا الان غنوجد واحد الكريمه اللي غنكتب بها. خديت ملعقه من ديك لا كريم شونتي اللي طلعت، غنضيف لها 2 الملاعق ولا 3 من هاد الكريمه. هذه دائما كتكون عندي في الثلاجه. وضفت القليل من اللون البني، ممكن نتوما تاخذوا غير قطعتين ديال حبات الشوكولاط تذوبوهم وتزيدوهم على ديك الكريمه. وضعتها في بابي كويسون اولا ورق المطبخ اللي شكلته على شكل كورني، وغنكتب فيه عيد سعيد امي سعيده، لان الاسم ديال الام ديالي سعيده. وبمناسبه 8 مارس كنقدم احر التهاني الى جميع السيدات والامهات بصفه عامه. ونتمنى تنال اعجابكم. هاد الحلوه بسيطه بزاف، يعني اي وحده ممكن لا تفرح الام ديالها بهاد الحلوه البسيطه بزاف، يعني بمكونات بسيطه متوفره في اي بيت. زوقتها من الجوانب على هاد الشكل، وندخلها للثلاجه ان شاء الله تخبط في راسها، ومن بعد ندوزو باش نقطعوها باش تشوفوا كيفاش القوام ديالها كيجي. وكانت هذه هي الحلوه اللي وجدت اليوم بمناسبه عيد المراه اولا الام بصفه عامه 8 مارس. وبهذا من بعد ما خليتها حتى بردات تقريبا 1 2 سوايع في الثلاجه، غنقطع لكم الوسط باش تشوفوا بانها كتجي كريم بحال لا كريم فريش تماما. اذا كان هذا هو نهايه لا فيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. ما تنسوش بارطاجيو مع صحابكم، تخليو لي لايك وتعاليقكم بطبيعه الحال الا عجبكم محتوى القناه. بركوا على اشتراك ابونيه ولا سبسكرايب. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبتعاليقكم سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه في حد ذاتها.